هذا شنو؟ العقاب موجود. يضع سيفه الإمام سلام الله عليه في الرواية يقول يضع سيفه 8 أشهر، يضع سيفه على عاتقه 8 أشهر لا يكف حتى يرضى الله. زين، واحد يسأل يقول وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. زين، الإمام إذا تنغلق باب التوبة ويعذب الناس أو يحاسب الناس أو يقتل الناس على أي حال، وين الرسول اللي الله وداه للناس الذي يهدي الناس ويصلح الناس ويلقي الحجة على الناس؟ أنا أقول سيد محمد الصدق قدس الله هو الذي بتوفيق الله وبحسن إرادة الله جاء إلى المجتمع وبتفويض مباشر من إحساسه الوجداني لو جاز التعبير. ونقول احنا العارفين عندهم إلهامات من الله سبحانه وتعالى، واحد من الإلهامات قال له روح يهدي الناس أصلح الناس، فجاء. وإذا تتابع خطب الجمعة مال السيد الشهيد دعا كل اتجاهات المجتمع إلى التوبة. هذه مو عن يعني عبثية انه واحد قاعد مثلا روزخون او كذا يعني يحاول انه يحكي له محاضرة وياخذ له كم فلس ويروح، لا، وانما هذا كله عن تخطيط وعن علم وعمد. دعا شيوخ العشائر الى التوبة، السدنة الى التوبة، موظفي الحكومة الى التوبة. هو اكو واحد بزمن